وانا شغال قررت ان انا اشغل حاجه تسليني، فقمت فاتح الموقع الاحمر اليوتيوب، فلقيت فيه في الفيديوهات المقترحه فيلم سلام يا صاحبي. قمت قايل ايه اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، وشغلته واو حاجه تسليني. في بدايه الفيلم كده الاقي مشهد خلاني جنبت كل الشغل اللي في ايدي وقعدت اتفرج على الفيلم بورقه وقلم. ايه بقى اللي حصل؟ اقول لك. في مشهد اللي كان فيه عادل امام راح ياكل من عند بطه، اللي هو المشهد بتقول له ايه ما تقف عوج وتتكلم عدل، قال لها والله انا مستني واحده زيك تيجي تعدلني. في المشهد ده راحت عشان تضربه. بص بقى الحته دي، الكادر كان استابلش، كان مبينها ومبين العربيه ومبين الناس اللي بتاكل، بس لما جت قربت عادل امام حط ايده على قورتها والكادر اتحول كلوز اب. هبشرح لك انا انواع الكادرات دي بس مش وقته دلوقتي. بس اهميه الكادر الكلوز اب المونتير بيستخدمه او المصور بيستخدمه عشان يدي اهميه للمشهد. تبان بقى عبقريه نادر جلال امتى؟ لما يقرر في الوقت ده انه يشغل اغنيه في الخلفيه بتاعه ابو عيون جريئه لعبد الحليم حافظ، وكأن عبد الحليم بيقول كل اللي جوه مرزوق. تزامن الكادر مع الاغنيه طرح لنا سؤال، هل فعلا مرزوق بيحبها فعشان كده بينكشها؟ السؤال ده اتطرح عشان الاغنيه اشتغلت في الوقت ده. جرى يا ست هتقف تعوج وتتكلم عدل امال. انا مستني لما واحده زيك تعدين. ما عمرك ما هفيح دمك السعادي. وعشان اعرفك ان ده مش صدفه، بعديها بكام مشهد كده بيحصل نفس الحاجه تقريبا، واللي هي كان في مشهد تاني اللي هو راح ياكل من عندها برضه في الوقت اللي اداها فيه فلوس، قالت له انا معيش فكه، فقال له يا خوليو روح فين. وهو واقف معاها بيبص لها برضه الكلوز اب من عن طريق الازاز بتاع عربيه الكشري، فتروح شغاله ورا في الخلفيه اغنيه ايه؟ اغنيه ام كلثوم بس انا نسيت الابتسام. هنا بقى تقدر تقول ان هو ايه؟ ان عادل امام بطريقته دي حرك جواها حاجه، بس انها مش مهيئه دلوقتي انها تتحب لكذا سبب. يعني مثلا وفاه ابوه قررت انها تركز مع حالها وتنزل تشتغل وتصرف على نفسها. في الباك جراوند هتلاقي العربيه بتاعت ابوها اللي الكينج دمرها له، فهي عايزه تقول له انها برغم الظروف اللي هي حساها دي كلها انا نسيت الابتسام. ده مش قرار، ده كان سؤال فيه نكش كده، بس انا نسيت الابتسام. هتعرف ترجعها لي؟ السؤال ده اتطرح عشان دخلت الاغنيه في المشهد ده. لو ما فهمتش كل اللي انا قلته ده بص على صوره سوسن بدر، هي تحكي لك كل حاجه. الوش فلات بس عينيها بتقول كل حاجه. بتبان عبقريه نادر جلال امتى؟ لما قرر ان هو يعبر عن اللي جوه مرزوق بمغني راجل عبد الحليم، ولما عبر عن اللي جوه سوسن بدر جاب لها مغنيه ام كلثوم. والحاجه الثالثه اللي عشان تاكد برضك منها ان نادر جلال مش بيحشي وخلاص، في المشهد الشهير اللي بيقول له فيه بطه مش ليك يا مرزوق، اللي كان بين خوليو ومرزوق. تاني مشهد اللي وراه على طول كان بركات بيكلم مرزوق بيقول له انا عايزك تخطب لي، فمرزوق عامل نفسه من بنا بيقول له مين؟ بيقول له بطه. في الخلفيه تشتغل اغنيه للموسيقار محمد عبد الوهاب، ليه يا عين. دخول الاغنيه في الوقت ده بيطرح عده اسئله، تحس ان هو بيكلم بلسان مرزوق، اللي هو ليه انت اللي تخطبها ومش انا اللي اخطبها، اللي هو ليه انا اللي اخطبها لك، اللي هو ليه فضلتك انت عن انا. عاوزك تخطب لي، انت عارف ان انا وحداني ومقطوع من الشجره. مين؟ بطه. وبس كده. انا متاكد ان التفصيله ما حدش خد باله منها، معلش بقى لو طولت عليكم في الفيديو قول طول. سلام.